معاكم أيمن الشربيني من حلقة جديدة من برنامج بتاع بودكاست. معانا دكتور أحمد إبراهيم إسماعيل. اهلا بيك. ازاي؟ النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير كله عايز يعرفها. تمام. احنا النهاردة حابين نتكلم مع دكتور أحمد إبراهيم عن حاجات كتير جدا، أهمها إيه؟ عن الشغف مثلا. تمام. الشغف ده عشان عامل مشاكل دلوقتي بقاله كام سنه مثلا بالظبط. اه كلمه نفسها هم ادولها يعني. بالظبط. وبالنسبه لك كمان موضوع الشغف ده كبير جدا، موضوع التنميه البشريه واجري ورا شغفك ويلا بالظبط. نكبر والبحر قريب بتلتقي والكلام ده خلاص كله. بالظبط كده. ده حقيقي. هو المشكله في كلمه شغف انها من الكلمات او حتى لو عممناها شويه بعيد عن كلمه شغف في حد ذاتها، يعني في بعض الكلمات كده لما بيقعد تكرارها كتير بتفقد معناها. زي يقول لك ايه، موضوع تاريخي، لحظه تاريخيه، مش كلمه تاريخي دي بتتقال حاجه كبيره قوي. بدأت بقالها كام سنة يتقال مباراة تاريخية، لحظة تاريخية، مشروع تاريخي، فخلاص الكلمة لما بتتعاد كتير لذتها أو مدلولها أو معناها أو قدسيتها يعني في أذن المستمع خلاص ما بتبقاش بنفس القوة الأولى يعني. لو أسقطنا ده على فكرة الشغف بقى بيتقال على أي شيء أو بقى مهرب لأي حد عايز يغير الوضع اللي هو فيه، سواء بقى التغيير ده صحيح سواء التغيير غير صحيح. بقى بيعتبر انه لا انا رايح لشغفي، فخلاص بتحس انه خد صك براءه لاي خطوه بيعملها مهما كان فيها. مش عايز اقول مهما كان فيها من حماقات لان كل واحد طبعا بيكون اضرب خطواته يعني، بس نقدر نقول مهما كان فيها من عدم تقدير حسابات او عدم رؤيه للي جاي. بقت الناس كمان تقارن بينها وبين التعليم، بالظبط اتعلم بالظبط. ولا اجري ورا شغفي، رغم ان هو مفيش تعارض اصلا. وشئنا ما بينا يعني الشغف دايما لازم يكون مربوط بالواقع المجتمعي. يعني هو بيقول لك ايه؟ يقول لك انه بيل جيتس مش عارف ساب التعليم وعمل ايه، انه فلان مش عارف حد بالظبط كده، انه حتى لو في مجال الكوره مثلا احمد عفيفي لو اكيد كلنا نسمع عنه. ده راجل مهندس وكان الكارير بتاعه يعني ما شاء الله في الهندسه شاطر جدا. فجاه يلا نعمل فيديوهات يوتيوب والزمالك ومش عارف ايه، ودلوقتي بقى فين، فيلا بقى كلنا نحل الكوره. انا مش ضد ده، بس هو بيقول لك نموذج واحد نجح وراح وبيغفل الاف النماذج اللي حاولت تعمل ده ويعني وما راحتش للحته اللي هي كانت متوقعه، فخسر الاثنين. ايه المانع من ان انت تنجح في كاريرك اللي انت يعني ماشي فيه ومحقق فيه خطوات معينه بشكل ما، مش هي النجاح الواو بس خدت فيه خطوات معينه، الا لو انت خلاص وصلت لمرحله انك مش قادر تكمل تماما، خلاص يعني اتقفلت من هذا المجال ومش قادر ولا تدرس فيه ولا تشتغل فيه ولا غيره، وشايف انه في مجال تاني في نسبه مخاطره بس في شواهد بتقول ان انت ممكن توصل، فتمام روح. انا فكره اللي هو فجاه انا صحيت الصبح ارمي كل حاجه وابدا خطوه جديده غير محسوبه. المجتمعات بتاعتنا العربيه والمجتمع المصري خصوصا بالتقلبات اللي موجوده فيه، اللي هي التقلبات مش بس الاقتصاديه او غيره، لا التقلبات النفسيه والاخلاقيه وكل حاجه. خطوه زي دي بتكون اضرارها بالنسبه لي اكتر شويه كتير جدا 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 من منافعها. انا على سبيل المثال انا كاحمد انا برضو ما بحبش يعني حد يحط نفسه كنموذج، بس احكي كحاجه كتجربه، مش هي التجربه، هي تجربه من ضمن التجارب يعني. امتى بدأت معاك فكره الشغف ولا التنميه البشريه؟ امتى اثرت فيك؟ اكيد بدات في خطوه تاثر فيك التنميه البشريه قبل ما تبني عنها الفيدباك بتاعك. اكيد بدات في شويه حبا للكلام الشغف واجري ورا حلمك والتنميه البشريه. امتى بقى بدات فيك كتجربه؟ الكلام ده بدا معايا 2014. انا خريج 2012 صيدله القاهره. اشتغلت قبل سافرت للسعوديه 2016. الاربع سنين دول من 12 ل 16 اشتغلت يمكن في 7 او 8 اماكن، بس كلهم صيدله يعني اشتغلوا، وكلهم بالمناسبه هو في المجال الصيدلاني بس مختلفين تماما يعني. اشتغلت في مستشفى السلام الدولي فتره، بعدين اشتغلت في مستشفى المبارة مصر القديمه فتره، بعدين مستشفى الحمديه فتره، بعد كده اشتغلت ميديكال ريف فتره، بعد كده اشتغلت في صيدليه فتره يعني في القاهره. كلهم في القاهره. لان القاهره دي كانت ليها لا تغيير القاهره كلي بالنسبه بالنسبه لي لك. القاهره بالنسبه لي المدينه المقدسه يعني. في خلال ده انا كنت بجرب بس بدات موضوع الكتابه، نشرت يمكن في الفتره دي يمكن روايتين او 3 روايات، بدا يبقى في صوت كده اللي هو طيب، وبدات يعني هي اللي هو ايه شويه انتشار على قد صغيرين. بالنسبه للفتره دي انا كنت تقريبا 23 سنه حاجه كده، فقياسا على العمر بالكتابه او بتحقيق شيء معين، ما كنتش حاجه طبعا حاجه يعني كبيره، بس قياسا على المشوار اللي هو بدا من سنتين 3 كان تعتبر ان هو يعني ركبنا التراك بشكل ما.
ولكن اكتشفت انه انا مش هعرف، ودي بقى التركية اللي انا يعني بحبها في تجربتي الشخصيه، انه انت اكتشفت ان انت هتضيع شغفك لو ما اهتمتش بالكارير الاساسي بتاعك. مش كل الشغف بيعرف يصرف على نفسه. بمعنى ايه؟ معنى انا حد دلوقتي مثلا بيحب يكتب او بيحب يرسم او بيحب يعزف او بيحب يعمل اي موهبه، شئنا ام ابينا ده هياخد وقت شويه عقبال ما يجيب عائد مادي يقدر يصرف على نفسه. ده واقع، ده عشان بدون تجميل يعني. مفيش حاجه اسمها انا هصحى الصبح هحس ان كتابتي دي بتصرف عليا. مش هيحصل، مش هيحصل الا في مرحله معينه وفرد فردين ثلاثه اربعه من وسط مئات. تمام؟ طيب فليه رحت للصيدله؟ مش مجبر ولا حاجه، انا حابب الصيدله، بس انا رحت للصيدله جزء او سبب من الاسباب الرئيسيه ان انا مستقبلا اعرف اصرف على شغفي. كتابة. يبقى عندي فكره ان انا ما ببصش ورايا، ان انا مش مطالب اني انزل الشارع اشتغل 3 4 شغلانات عشان اعرف يبقى عندي وقت فراغ اكتب ساعه. لا، طب ما انا اخد خطوات كتيره او خطوات سريعه في مجال الصيدله تريحني شويه، ان انا بكتب بعد 10 سنين بدل ما اكتب ساعه اكتب ساعتين 3 4 5. قصد اقول انه مفيش تعارض يا أولويات. جماعه والله، بالظبط. وفي فقه اولويات بقى، ده شئنا ام ابينا، ده في الحياه عموما حتى كمان، مش بس في الشغف والكتابه والرسم والمواهب وغيره. انت حتى انت في حياتك العمليه نفسها جوه شغلك، المجال الطبي، تلاقي انه لو حد دخل واقف في استقبال مستشفى وحد دخل له ربنا يعافي الجميع يعني من حادثه، وحد ايده مجزوعه، هيروح لمين؟ طبعا للي عنده حادثه. الاولويات اللي انا محتاج اعالجها دلوقتي، اللي انا محتاج اغطيها دلوقتي. وانس ان احنا خلاص خلصنا ده خلاص بقى. وبالمناسبه مش معنى كده ان انت توقف الشغف، يعني انت مش مفيش ما يمنع ان هم يمشوا متوازيين مع فقه بعض. اولويات. بالظبط، احنا مش بنمشي خطوه وبعد كده نروح لهنا وبعد كده نرجع، لا خلاص مشيهم مع بعض. بس مشيهم مع بعض وانت مخلي حاجه هي اللي واخده حياتك الكامله، وحاجه ربما لو ما كنتش خدت الكارير دوت مع الكتابه، كنت ربما مش موجود هنا في الكتابه. بالظبط. كنت هتلاقي الدعم المادي او الدعم المعنوي او الدعم الامان اللي انت هتبقى حاسس وبالمناسبه دعم التجربه كمان، دعم التجربه كمان. يعني انا بالنسبه لي الصيدله من المجالات اللي هي دايسه في الشارع قوي. ومنها انت برضو كان ليك اكتر من روايه عن كل الكتابات عن المجتمع اصلا، عن الشارع. بالظبط. ومصر مختلفه شويه. انا اشتغلت فتره في السعوديه وشفت الاخوه الخلاجه او الجنسيات هناك. الصيدليه واخده مساحه انه المريض بيروح المستشفى او مش عارف الدكتور بيكشف، والصيدليه بتاخد المجال اللي هو بتاع صرف الادويه طبعا بكامل وبكامل شغلها، يعني الدواء ده بجرعته وتنظيم جرعته وكل حاجه. الصيدليات هنا في مصر بتعمل كل حاجه، مستشفى بيكشف وبيعلق كانيولا ومحاليل وبيفك غرز خياطه يعني دايس في بيروا البخت المجتمع بيعمل كل حاجه حرفيا حرفيا بيعمل كل حاجه. سوبر ماركت كمان حرفيا مفيش حاجه ما بيعملهاش صيدلي في مصر، خاصة كمان لو صيدلي شغال في مستشفى حكومة أو حاجة، فبيشوف كل النماذج. أو صيدلية شارع في منطقة شعبية شوية أو منطقة يعني القوة المادية عندها مش أحسن حاجة، إن هي دايما بتروح لكشف طبيب بشري أو غيره. فده بيخليك تشوف نماذج مختلفة من البشر يعني، وبتشوف حاجات أنت لو قريتها في الرواية يعني مش هتصدقها. خلاص قاع المجتمع. وقاع المجتمع ده مش معناه انه ده شيء مسيء. قاع المجتمع ده اللي هو تراب البلد زي ما بيقولوا، يعني اللي احنا جزء منهم بمنتهى البساطه، اللي كلنا اجزاء منهم، سواء بقى باختلاف مستوياتنا كنا هنا وبقينا هنا. بالظبط، كلنا بنخدم على بعض وكله نسيج واحد. فده خدم على التجربه الكتابيه. انت بدل ما كنت عايش في عالم الاحلام والورود وتجربتك مبنيه على اللي بتقراه بس، بقت مبنيه على اللي بتقراه وعلى اللي بتعيشه كمان. فهم خدموا على بعض الحياه كده. ففكره انه الشغف يلا نسيب كل حاجه ونركز في حاجه واحده بس، ده مش غلط كليا، ولكن بالنسبه لي كاحمد، لان انا ما بحبش اعمم تجربه، وقت من الاوقات هتزهق ومش هتقدر تواكب ده. طيب ايه رايك في الاول في شغلانه الصيدله؟ ايه رايك في الكارير بتاع الصيدله عامه؟ لان انا اعرف كتير شغالين بين الشركات، بين الصيدليات، بين البيزنس الخاص بيهم، او عايزين يخرجوا بره المجال زي اي وظيفه او زي اي شغلانه او زي اي دراسه. مجال الصيدله انا بحبه لسبب بسيط، مش عشان انا موجود فيه بس، بحسه مجال فيه انسانيات كتير جدا. لسه احنا كنا بنتكلم يعني في صيدليات كتير قوي في الفتره بتاعت ما بعد الكورونا واوقات الكورونا بتعمل خدمات اللي انا لسه بنتكلم فيها دي، اللي هي بتاعت فك الغرز وتعليق المحاليل ومش عارف ايه. مش كل طبعا الناس، يعني في صيدليات بتعملها مجانا خدمات للناس. ظهر فتره كده من الفترات، يعني هقول مثال صغير، ظهر فتره من الفترات اللي هي حقن المضاد الحيوي، طبعا قبل الهوجه الاخيره دي لازم تعمل اختبار حساسيه ومش عارف ايه. مؤخرا طبعا ده ممنوع، بقى بيتعمل بس في مستشفيات. هقول مثل صغير جدا انه بروشيتات برضه طبعا لازم بقى بيتعمل اختبار الحساسيه ده مش عارف 50 جنيه 100 جنيه حاجه كده يعني في مستشفى حكومه.
الصيدليات كانت بتعمله مجانا، فده بيشيل جزء من على عاتق الناس. حاجه تانية زي خدمه فك الغرز زي ما بنقول، او تركيب الكاميرات او بتاع، تلاقي انه بيتركب بمبلغ معين، الصيدليات بتعمله مجانا او بمبلغ رمزي. تغيير الجروح مش عارف ايه، التشخيص حتى اللي هو لا يحتاج طبيب بشري، بمعنى حتى الحقن المسكنه بقت ممنوعه دلوقتي في الصيدليات. اي حقن ممنوع دلوقتي في الصيدليات. اي حقنه ممنوعه. بالظبط. فده حط لود على المستشفيات كمان، الاطقم الطبيه الموجوده في مستشفيات التمريض والدكاتره البشريين، وعلى الناس نفسهم. اقصد اقول انه الصيدله كانت مجال، عارف انت، لو مش هقول جندي مجهول، بس عارف انت حتى في الكوره يقول لك ايه، عارف انت اللاعب الديفندر او المدافع اللي هو ما بيبانش، بس يعني دايما السوكسيك كله بياخده المهاجم او اللي بيهدف او بيعمل، وده عمال يخدم على الدنيا كلها، هو نفس النظام. واخد 3 4 شغلانات مع بعض، بين طبيب، بين صيدلي، بين خدمه عملاء. بالظبط كل خدمه عملاء فعلا، بالظبط. بين حرفيا استشاري يعني نفسي، بين كل الحاجات دي. كل حاجه قرايه الاشعه وقرايه التحاليل ومش عارف، كل ده بيعملوه الصيدله. فانا بحبها عشان الجانب ده، وفي نفس الوقت هو كجانب شغل، لا هو مجال مربح الحمد لله، كويس جدا. مجال مش هقول مريح لان مفيش مجال شغل مريح في مصر، بس احسن من كتير مجالات تانية. فانا بحبه كمجال صيدله على المستوى النفسي وعلى المستوى المادي الحمد لله كويس. كصيدليه كشركه، ايه رايك في الكارير بتاع الصيدله ككواليتي بقى كبرودكت؟ والله هو ده انا اسمع عنه بس ما اشتغلتوش. يعني انا كان كل شغلي يا اما مستشفيات يا اما صيدليات. بس اصحابنا اللي شغالين في الحته بتاعه الكواليتي كنترول او جوه المصانع او غيره، بيبقى عندهم لذه الاستكشاف كده اكتر. يعني عارف هو شغال في ناحيه علميه اكتر شويه، فكره البحث العلمي كمان برضو. لهم كمان كل التولز اللي بيعرفوا يعملوا دوت. بالظبط. فلا ده مجال جميل للغاوي زي ما بيقولوا يعني. فلا لطيف. هو كل مجالات الصيدله حلوه، بس في مجالات بتبقى محتاجه حد عايزها بالخصوص. ما يعني لو هو مش غاوي بحث علمي او مش غاوي الحته دي، لا خلاص هيزهق شويه. ايه الاكثر تاثيرا دلوقتي بين الخناقتين الشهيرتين، التنميه البشريه والشغف، الاغاني والمهرجانات؟ خلاص بافتراض احنا ركننا على جنب الكارير بتاعك، الهدف بتاعك، الفلوس بتاعتك، الشغل بتاعك، ايه اللي هيكسب بينهم هما الاثنين؟ طيب انا شايف ان دي معارك من المعارك اللي لا نهايه لها، لسبب بسيط. هنرجع لنفس المنطق اللي احنا لسه كنا قايلينه، انه دي حاجات مش متقاسه. يعني ممكن على سبيل المثال لو لقيت ان انا عندي 100 فرد كويس كده، لو منهم 90 بيحبوا المهرجانات و10 بيحبوا الاغاني، هذا لا يعني انتصار المهرجانات، لان في التنميه البشريه. بالظبط. ليه؟ لانه هيفضل العشرة دول بالنسبه لهم التجربه هي تجربه من التجارب، هي تجربه الاغنيه، التجربه الناجحه. فخلاص الموضوع يعني دي حاجات مش مقاسه. ممكن بقى نقيسها على مجال اوسع شويه، اللي هو مثلا نعمل نسبه مين بيحب مهرجانات قد ايه ومين بيحب قد ايه، ودي قياسات برضو بتحمل الموضوع ما لا يحتمل ومش هنوصل لها. يعني انت لو عملت استبيان في الشارع دلوقتي، بتحب تسمع مهرجانات ولا بتحب تسمع اغاني، هتلاقي على الاقل 50 60% من الناس هيقول لك على حسب المود، على حسب الحاله. فما فيش انتصار. يعني في فرح مثلا مش هسمع اغنيه هاديه، وانا مسافر على طريق بالليل سفر الدنيا هاديه مش هسمع مهرجان، وهكذا. يعني على حسب المود وعلى حسب الحاله انت بتحب تسمع. فليه برضو بنحمل الاشياء ما لا تحتمل؟ يا جماعه ما نسمع كل حاجه، ما تيجي نتبسط. انا بقى ضد ايه؟ بدات دلوقتي تنتشر مساحه كده او نظريه كده بقى لها كام سنه، اللي هي ديكتاتوريه الذائقه. اللي هو انا ديكتاتوريه الذائقه، انا ده تسميه شخصيه يعني، انا بحب اسميها كده. ليه؟ انا عجبني كذا، تمام كده، روايه وليكن او اغنيه، واستاذ ايمن مش عاجباها، لا لازم تعجبك. ولو ما عجبتكش يبقى انت عندك مشكله. زي اركن شدك على جنب. بالظبط. وعندك مشكله ولازم تتحل. يعني هو الموضوع بياخد الواي اللي هي بتاعت ايه، ان في ازمه لازم تتحل دلوقتي. انت ازاي مش متقبل ان المهرجانات دي حاجه جديده وحاجه لازم تفرض نفسها؟ وان فاكر بقى حميد الشاعري لما طلع عمل ايه، وفاكر عبد الحليم لما طلع عمل ايه، بناخدها لارث تاريخي كمان. الموضوع بيتشعب لفكره انا جاي اتبسط، يعني انا جاي اسمع اغنيه واروح اتبسط خلاص. ليه بقى تدخلني في انه لازم تعجبني كذا ولازم ارجع للارث التاريخي مش عارف بتاع دي ناس بقى؟ ده فكره او ده شغل النقاد بقى. ده لو حد ده دراسته انه ناقد فني معين ومش ده شغله. على الرغم ان اللي قالوا كده كلهم ما كانوش نقاد، كانوا كلهم ذوق اقل من العام. مثلا في ناس بتحب ده، فما تقدرش تنكرهم، يعني ما تقدرش تخرجهم. على الجمله الشهيره اركن شهادتك على جنب. ده بقى موضوع تاني. حقق فلوس بالظبط كده. شوف ايه اللي هيجيب لك فلوس وامشي وراه. بالظبط. اللي هو في بعض حتى يعني مؤدي المهرجانات اللي هو يقول لك ايه، دايما انتشرت لبانه كده اللي هو بتاع انا كنت فين وكنت شغال ايه وربنا كرمني. هو ايه مفهوم كرم ربنا؟
كل واحد برضو ايه مفهوم النجاح. دي برضو كلمه مطاطه جدا. انا بالنسبه لي كاحمد مفهوم النجاح ان انا ممكن لو شربت حبه القهوه دول واتبسطت وبسطوني انا نجحت ان انا ابسط نفسي. انا لو عملت انجاز رهيب فانا نجحت ان انا ابسط، مستريح. بس ده انجاز. لو بقى معاه فلوس، غيرك لو بقى وده بقى هيدخلنا في مشهور. حته عامله بلوى في المجتمع المصري بقى لها كام سنه، انه لازم كل الناس يبقى عندها انجازات غير الانجازات العاديه. انا بالنسبه لي كاحمد لو انا رب اسره وعارف اقيم بيتي كويس، اربي اولادي كويس، احتوي زوجتي بشكل كويس، ابقى انسان سوي مع زمايلي في الشغل، اعيش حياه سويه، ده بالنسبه لي انجاز. بدا السوشيال ميديا للاسف الشديد، انا ما كنتش عايز ادخل في الحته دي، بس البلوجرز كمان بداوا يصوروا للناس ان انت لازم تكون صاحب انجاز متفرد معين، لازم تكون صاحب لازم تالف كتاب مش عارف ايه، لازم ترسم لوحه وتعمل معرض مش عارف ايه. تحقق هدف وانجاز ليك وتسيب وده اثر. ويعني ايه انجاز؟ ما انا لو ممكن اسيب اثر في الحته بتاعت التربيه والاسره واصحابي في الشغل، ممكن اسيب اثر في الشارع بان انا اتعامل كويس. انا كراجل صيدلي وعندي صيدليه ممكن اسيب اثر في الناس اللي هم المرضى مش عارف. ده مفهوم الاثر يا جماعه. ليه اختصرناه في ان انت لازم تنجح نجاح مدوي وتقف على مسرح والناس تسقف لك؟ مين اللي حط المفهوم ده للنجاح؟ ده بيفسد اكتر ما بيصلح، لانه دخل ناس في حاجات مش مواهبها. بدأ كل شخص لازم يكتب حاجة، لازم يرسم حاجة، لازم يغني حاجة، لازم يعزف، لازم يكون صاحب موهبة. والموهبة لا تكتسب، الموهبة تعطى، تنمى بقى بالظبط. وده بيوصل لعدم رضا للشخص انه ما عرفش يحقق انجاز. وبيخلي المجال كمان يتفتح لناس مش اهل مش عشان ده عيب فيهم. انا كراجل يرد دلوقتي عليك انك لازم اطلع بانجاز. انا بالظبط كده. جاي السنه دي ايه الانجاز اللي عملته في حياتي؟ ده مش حاجه مهمه اصلا. خليك تفشل في باقي الحاجات العاديه اللي انت كان المفروض تنجح فيها. انا كاحمد دلوقتي انا ما بعرفش ارسم، ما بعرفش اعزف، ما بعرفش يا سيدي اكتب، حتى كمان بكتب على قدي. لو انا جيت ارسم وفرضت نفسي على موهبه الرسم ولا لازم كلكم تشوفوا رسمي وتسقفوا له، ما انا كده هافسد الذوق العام للرسم. لانه كان في الاول 10 موهوبين، دلوقتي بقى في 10 موهوبين و90 لا. فده تاه في وسط ده، وده اتشاف في مجالات كتير جدا لا عايز ذكرها يعني. فمفهوم النجاح نفسه كمان تدهور. كل ده جاي من ايه؟ جاي من فكره ديكتاتوريه الذائقه، اللي هو انت لازم يعجبك حاجتي او يعجبك اللي عاجبني او لازم تسقف للي انا بسقف له. في فتره من الفترات، طبعا نجيب محفوظ بالنسبه لي مش مجرد اديب، ده حاجه يعني عبقريه، تمام. ولو انا بالنسبه لي هقول ان في حاجه اسمها الروايه الكامله وهي مش موجوده اصلا في تاريخ الادب، حتى دي بتقول مين اللي هيكتب الروايه الكامله في تاريخ البشر. انا بالنسبه لي روايه زي اولاد حارتنا دي، لو انا كاحمد دي الروايه الكامله، تمام كده. او الحرافيش، اسف مش اولاد حارتنا، الحرافيش، تمام. دي الروايه الكامله. ومع ذلك ظهر فتره كده كتاب جداد زملاء قال لا انا مش ما بيعجبنيش نجيب محفوظ وبيعجبني فلان الفلاني. الناس كلها ازاي ما عجبكش نجيب محفوظ؟ يا جماعه عادي، انا كاحمد بقى وراجل من يعني اشد مش معجبين متيمين استاذ نجيب محفوظ، يا جماعه عادي والله، عادي ما يعجبوش نجيب محفوظ، هو حر. لان هنرجع لفكره القياس ان هي مش نص قراني بالظبط كده. وذائقه، انا بيعجبني حاجه ما بتعجبكش، ده على يا جماعه، ده في الاكلات، انا ممكن تعجبني اكل ما تعجبش حد. الذائقه الانسانيه، وده بالمناسبه من اهم الحاجات لو تفكرت فيها بقى هتلاقيها من اهم معجزات ربنا، ان احنا كلنا نفس التركيبه الخلقيه. يعني كنا عندنا 10 اصابع، كنا عندنا عينين، كنا عندنا ودنين. ال10 اصابع دول في ناس بتعرف تكتب بيهم، ناس بتعرف ترسم بيهم، ناس خطها حلو، ناس بتعرف تعزف بيهم، ناس بتعمل اشغال يدويه، ناس بتنجح في ان هي تعمل الاعمال العاديه بسرعه فائقه بالظبط، ناس حتى كنجار او كحداد او ككهربائي او يعني اخواتنا اللي في المجالات اليدويه بيعملها بسرعه ومهاره فائقه انت ما تعرفش تعملها رغم ان هم ال10 اصابع. فده معجزات ربنا. انت ليه بتخلي كل الناس لازم تعمل نفس الانجاز؟ ليه كلنا نبقى لازم نكتب؟ ليه معرض الكتاب يبقى فيه 20,000 كاتب؟ ليه كل الناس لازم تبقى ممثلين على تيك توك وتقلب مشاهد؟ الموهبه تمنح من ربنا لا تكتسب بس. فهي نرجع للسؤال الاول اللي هو مين هيكسب؟ محدش هيكسب، لان دي مش معركه فايز وخاسر، مش معركه فيها هنا ضحايا وفي هنا مكتسبات فهنقول ان ده كسب خالص. ونقدر نقول الاثنين خسرانين. الاثنين خسرانين بانهم بيتحملوا اكتر مما تحتمل المعركه اصلا، بياخدوا من مجهودهم في التطوير مجهودهم في الخناق، زي ما انتشرت الخناقه بتاعت نقيب الموسيقيين وبتوع المهرجانات والرخصه ومش الرخصه ومش عارف ايه. يا سيدي طب ما كان ممكن يتطوروا في حاجه يعني، صح؟ مهما انا بالمناسبه انا ممكن اسمع اي شيء في العالم ما اسمعش مهرجان، يعني بالنسبه لي بيعمل لي مش مجرد ازعاج او عدم حب، لا بيوترني حرفيا يعني.
بس في ناس بتحبه، اقدر اقول له لا انت ازاي بيعجبك ده؟ هو حر، هو حر براحته، طالما في نطاق لن يفرض عليه شيء، زي ما انا في النطاق لن افرض عليه شيء. بس ببساطه يعني. زي الفل. طيب لو قلنا تقييمك لكتاب الشباب، او لو قلنا امتى ابدا اكتب روايه. معرض الكتاب اللي فات بدانا نشوف كتاب عندهم 16 سنه و18 سنه. ايه تقييمك للبدء في السن ده؟ هل في بعض المتطلبات الحياتيه اللي لازم اعدي عليها قبل ما ابقى روائي، ولا هي موهبه بتبدا بيها وبتبدا تنزل بيها السوق وبتبدا تشوف الناس الفيدباك عنها ايه؟ طيب ده بقى يرجعنا لفكره انه هل الكتابه نشاط حياه ولا نشاط فن بس؟ ولا نشاط فن بس؟ يعني هل انت متطلب من الروايه، عايز من الروايه انها تبسطك بس، ولا عايز من الروايه ان هي تعيشك تجربه كامله؟ او تؤدي لرساله. بالظبط. وفي نقطه تانية، وده ظلم باقي فنون الكتابه بالمناسبه. ليه لازم روايه يا جماعه؟ يعني فين القصه القصيره؟ فين الشعر؟ فين الخاطره؟ فين المقال؟ فين اي حاجه؟ ليه لازم نكتب روايه؟ لسبب بسيط، ان الناشرين ودوه، لان يعني او مش الناشرين، هو الذائقه العامه، الناس بتحب الحدوته، الناس دايما بتحب الحواديت والقصص. من واحنا صغيرين جداتنا وجدودنا حتى اللي مش متعلمين القراءه والكتابه منهم، احكي لك حدوته. هي دايما النفس البشريه والعربيه خصوصا عندها فكره الحكي او الاستماع للحواديت دي. فتمام خلاص، هو في العالم كله بالمناسبه الفن الروائي هو المتسيد يعني. ولكن انت كشخص 16 سنه او 17 سنه هتكتب لي ايه؟ ايه خبراتك في الحياه؟ هكتسب ايه؟ مهما بلغت من الموهبه العملاقه، في متطلبات للفن. ما هو برضه الفن ده مش ارتجالي بحت يعني، والا ما كانش يبقى فيه ما كانش بقى قابل للتنميه. يعني لو هي موهبه فقط كانت خلاص الروايه اللي هتكتبها وانت عندك 20 سنه هي نفس كفاءه الروايه تكتبها وانت عندك 50 سنه. مفيش مشروع كاتب روائي الروايه الاولى زي الروايه الاخيره، مستحيل. او الروايه الاولى زي الروايه السبعه الثامنه مثلا. كون في تطور، اذا ده معناه ان هو نشاط قابل للتطور واكتساب الخبرات. اكتساب الخبرات حتى الكتابه بقى، الاسلوب، الموهبه، الخبرات الحياتيه، ايا كان. ففكره ان انت تكتب وانت عندك 16 17 سنه دي انا بشوفها فكره ظالمه للكاتب قبل اي حد. لان انا بمنتهى البساطه انا كقارئ انا هرفضك، هقرا لك حاجه هحكم على ان انت مش على قدر ذائقتي او ما حبتكش. هتاثر عليك بعد كده لما اجي اشوف اسمك ظهر لي. قريت اسمك في الروايه الرابعه والخامسه وقال لك 2 3، انت وصلت انت عندك 20 سنه 21 سنه كاتب 3 روايات، قريتهم كلهم ما عجبونيش. ممكن تكتب وانت عندك 27 28 سنه روايه عبقريه، بس خلاص يبقى تحط حاجز على الاقل. حتى لو في ناس هتحب تشوف التجربه بعد ما تطورت، لو انت عندك 10 افراد منهم 7 3 هيحبوا و7 مش هيحبوا، فانت بتظلم الكاتب نفسه يعني. فالكتابه مش عايز اقول ككارير يعني، لان هي مش بس كمجال رساله. بالظبط كده. وبرضه مش الرساله اللي هو انت متطلب منها حاجات، انت بتنقل تجربه معينه حياتيه. انا ممكن نكتب عن اي حاجه، ممكن نكتب بالمناسبه يعني من اول ما سيدنا ادم اتخلق حتى هذه اللحظه، فكره الحواديت كلها والادب كله حتى المزيكا كمان قايمه على فكره صراع خير وشر، فما فيهاش جديد يعني، ما فيهاش اللي هو فكره عبقريه، كلها بتدور في هذا الاطار. تمام. الفكره في التناول بقى، اللي بيضيف حاجه فانتازيا، اللي بيضيف اسلوب جميل، اللي بيضيف مش عارف رحله ايه، اللي بيضيف ايه، اللي بيضيف ايه، ممكن حد يكتب حدث تاريخي كلنا عارفينه وتحب تقرا لحد الاخر رغم انك عارف الحدث بس انت حابب تشوفه. الدليل ده على سورة يوسف احسن القصص مثلا. يعني. سورة يوسف هي اكثر الصور في القرآن اللي مؤثرة في ناس كتير جدا، كانت عبارة عن قصة. بالظبط. قصه هقول لك على حاجه صغيره، كان مشهور كوميك كده او افيه على السوشيال ميديا من فتره على مسلسل عمر، لما بيقول له هو ايه اللي حصل، فقال له ده النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، وقال له حرقت لي الاحداث. حرقت لي الاحداث ايه؟ ما انت عارف، بس انت حابب تشوف يعني، انت حابب تشوف ايه اللي هيحصل رغم انك عارف الحدث نفسه. ليه؟ لان المنتج نفسه قيم جدا، المنتج نفسه مصروف عليه موهبه، ومصروف عليه ديكور، ومصروف عليه ملابس، ومصروف عليه حوار، ومصروف عليه اخراج، ومصروف عليه مش عارف، انت عايز تشوف المنتج ده هيوديك فين. بس هي دي فكره الادب عموما او الفن عموما، مش بس الادب يعني. فاديني تجربه حتى لو انا عارفها وحتى لو انا حافظها، تجربه على سبيل المثال زي تجربه المنسي قنديل في انكسار الروح دي، قصه تعتبر خواطر يعني، رومانسيه. ليه؟ رغم انها حاجه حد بيتكلم عن قصه حب وحبيبته سابته ورجعت له، ما فيهاش اي فن، بس الاسلوب نفسه والجمل اللي بتلسع المنسي قنديل اللي هي الجمل الادبيه يعني الرهيبه، لن اسميها اكثر من ذلك يعني، بتجبرك انت تكمل الاخر رغم انك عارف ان هي من اول 3 صفحات، بس حابب تكمل. هو الفن كده نداها زي ما بيقولوا يعني. بس لا تكرهوا اولادكم على اثاركم فانهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. مظبوط.
الجمله دي كان لها تاثير كبير ليك؟ الجمله دي قصه حياتي قصه حياتك يعني. بالظبط، او قصه حياه امتناني لاسرتي بمعنى اصح. بالظبط، انت قلت انك والدتك كان ليها اثر كبير جدا بالمقوله دي، غيرت والدتي ووالدي يعني انا لو همتن لوالدتي ووالدي طبعا حاجات كتير جدا. من اكثر الاشياء اللي امتن لهم عليها فكره ان هم ما حطونيش كمثال لتكرار تجربتهم او لاستمراريتها. اكبر دليل على كده ان انا في وقت قليل جدا، يعني لغايه سن مثلا بدايه ال20 كنت مجرب 5-6 حيوات مختلفين. يعني انت بتعرف تلعب كوره، يلا روح العب كوره وهنروح معاك كمان لغايه. يعني انا في فتره كنت في نادي شرقيه الدخان وانا صغير، يمكن 13 سنه 14 سنه، ناشئين اشبال يعني. كان والدي ووالدتي بيجوا معايا التمرين للشرقيه. وكفتره شرقيه الدخان اللي هو كان مقرها، والله انا ما فاكر مقر النادي فين، بس بعيد عن البيت حوالي ساعه ونص مثلا ساعتين. تمام. انت عايز في فتره كده طقت في دماغي ان انا يلا اشتغل صحفي. فيلا بينا بقى نزور يجوا معايا القلعه عشان نعمل حديث صحفي في مسجد محمد علي، ونشوف هناك مرشد سياحي مش عارف عشان ايه، عشان نساله. يعني مع كرمة ابن هانئ اللي هو بتاع احمد شوقي، متحف احمد شوقي، ونعمل هناك حديث صحفي مش مجرد ناس زوار، لا ده انا معايا ووكمان ومعايا ورقه وقلم ومعايا مش عارف ايه. يروح معايا مسجد احمد بن طولون وكلنا بنروح، يعني اللي هو الاسره كلها بتروح تعمل حديث صحفي في المكان ده. طيب لا انا يعني موضوع الصحافه ده لا مش انا، يعني فرهضه. عايز اكتب، عايز تكتب خلاص يبقى هنعمل لك مكتبه وهروح معرض الكتاب كل سنه وهتكافئ على اللي بتكتبه ومش عارف ايه. لا مش جاي معايا برضو، انا عايز ارسم. هنجيب لك حامل رسم وهنجيب لك الوان، تجرب الالوان الميه وتجرب الالوان في مصر وتجرب الالوان الخشب، جرب كل حاجه وشوف انت عايز تعمل ايه. انت عايز تعمل ايه اعمله. كانت الكتابه. بالظبط كده، فكانت الكتابه بالظبط. و والدي ووالدتي وهم صغيرين ما كانش اهتماماتهم دي، يعني هم مش اهتماماتهم فنيه خالص ولا ليهم في الحدوته دي الا الاطلاع العام على القراءات، يعني تمام اللي هو نقرا حاجه لذيذه لطيفه كده كل فتره. انت بتتعامل في كذا مجال وكلهم مختلفين، يعني الكوره غير الكتابه غير الرسم غير الصحافه غير التفوق الدراسي بشكل ما اللي عليه برضه مكافآت وعليه ثواب وعقاب. فما اكرهونيش على حاجه. شوف انت عايز تعمل ايه، حتى في ثانوي انا عايز ادخل اعلام، حلم الصحافه القديم بقى، حلم الصحافه القديم عايز ادخل اعلام. لا بعدين لا انا عايز ادخل صيدله. جيت فتره كده اتوهمت في فكره بقى التحضيرات والاعشاب ومش عارف ايه والنباتات الطبيه والكلام اللي زي ده. فلا يلا ندخل، قال خلاص يبقى انت ادخل اللي يتيح لك الاثنين علمي، يعني انت من علمي تقدر تدخل اعلام وتدخل صيدله، من ادب ما ينفعش تدخل صيدله. فشوف علم بعدين تشوف الدنيا هتوديك فين. وقد كان كنتش في طب فرهضه قوي انا بشفق جدا على الاطباء، يعني بيروحوا ساحبين ال7 سنين يا عيني وبعد كده مش عارف دراسه. انا خلقي ضيق في الدراسه يعني الموضوع ما بيجيش معايا خالص اهتماماتي. 5-6 حيوانات بالظبط كده، وانا صغير وانا طفل، يعني 5 بالظبط. حيوانات دول وانا طفل في ال 13 14 سنه يعني. انا حتى كمان كان مجموعي جايب لي طب اسنان، بس لا برضو فكره الطب ودراسه الطب ما يعني ما سهوتنيش قوي فكانت الصيدله. والصيدله وبعدها بقى يعني خدت في اواخر سنين الكليه رابعه خمسه كده بدات اكتب اول روايه ليا، رجعت بقى للحلم القديم تاني وبالتوازي مع بعض. بالمناسبه في الفتره دي برضو كان انضمامي للالتراس مثلا، التراس الزمالك كان زملكاوي. انا كنت جاي لها بس انت كويس انت بالظبط. فاللي هو كان اوقات وصل بيا برضه هقول الكلمه اللي احنا كنا لسه مش بنعرضها او بنشرح مدلولها، فكره الشغف. صيدله وانا كنت صيدله القاهره صعبه كمان وكلينيكال وكان دوشه قوي. كان بيوصل بيا الحال ان انا ممكن افوت سيكشن. ليه بقى؟ الفتره دي كان الزمالك احنا كزمالكاويه حتى بنسميها العشريه السوداء. احنا كنا بننافس على الخامس حاجات كده غريبه جدا. ماتش الزمالك وطلائع جيش حرفيا اللي بيروح 100 بني ادم، فما فيش اي فرهده في دخول الاستاد خالص اطلاقا. لا ازاي انت عايزني اضيع 10 دقايق وانا داخل الاستاديوم ماتش؟ فانت بتفوت سيكشن اليوم اللي قبله عشان تروح عند مقر النادي عند الحمديه الشاذليه عشان تشتري التذكره عشان تدخل الاستاد بكره توفر 10 دقايق وانت داخل، اللي هو ما حدش اصلا بينافسك على الدخول، انت داخل حرفيا بتتمشى. مش ماتش اهلي وزمالك خالص خالص، الزمالك وطلائع جيش وبنتغلب 1-0 عادي جدا في الكليه الحربيه. فالموضوع وصل ان انت حابب تجرب كل حاجه في الوقت ده. احضر يلا ندوات بقى بتاعه توقيع كتب مثلا في وسط البلد، روح معرض الكتاب وشوف حفلات وندوات، يعني صخب مع الصيدله طبعا ودوشتها. فده كله شكل بني ادم ما بيحبش يحكم على حد،
ممكن تماما ان تجربته تجربه من ضمن التجارب، لانه شاف نماذج كتير جدا في كل الحيوات دي. ما انت هنا بتقابل شباب بشكل معين، هنا بتقابل شباب بشكل معين، هنا بتقابل شباب بشكل معين. في الكليه بتقابل الناس، بعض النماذج الاخوه الافاضل اللي هم بتوع الكليه بس، اللي هو البلطو مقدس جدا للدراسه، ده البلطو والصف الاول مش عارف ايه. في الالتراس بتلاقي الناس اللي هي خطين حمر. ده قصه ده يعني ده وده برضه كان في الفتره بتاعت الزمالك. تشبعت بيه جدا، انا والدي زملكاوي بالمناسبه. واول حضور للزمالك كان ماتش شوتنج بالنسبه لي انا، شوتنج ستارز نهائي افريقيا 96. ده بدري جدا جدا. طفل عنده 6 سنين مش عارف مين دول، بيلاقي نفسه في وسط 100,000. وواحد صاحب بابا بيقول له في ضربه الجزاء الاخيره، لو ضربه الجزاء دي ضاعت احنا قاعدين في الثالثه فوق، الثالثه علوي فوق في استاد القاهره القديم اللي هو كان حاجه اسطوريه جدا. ضربه الجزاء دي لو ضاعت انا هرميك من هنا، فانت بتصدق يعني. هو بينكشك، عايزك تخش في الاجواء. كل الفكره انت متسوح مثلا نص ساعه في الماتش، انت بتعد هم 11 واحنا 11 ولا لا، ومش عارف تعد عشان هم بيتحركوا اللعيبه. ده اهتمامك بالمباراه، بيجروا ورا ايه؟ بالظبط بيجروا ورا ايه، والناس دي كلها جايه تعمل ايه عشان تتفرج على دول؟ طب بتعملوا ايه؟ فالشغف بدا بدري قوي بموضوع الزمالك. فجيت في الكليه بدأ طبيعي. كان في طاقه مش طبيعيه، طاقه. معلش انا عندي سؤال، ضربة الجزاء بقى جت ولا ضاعت؟ لا جت الحمد لله، ما أنا لسه عايش لسه موجود الحمد لله. كانت الرابعة. كانت انا مش فاكر كان مين بصراحه. احنا هم تقريبا هم ضيعوا في الاخر، جت في العارضه. النجمة الرابعة. كانت النجمه الرابعه. ما احنا خدنا معاك 2001 يا 5 2002 حازم امام وتامر عبد الحميد. تامر عبد الحميد كان رجاء الوداد ده. اولاد انا حضرت الماتش في الاستاد بتاع 3-1 برضو، كان والدي برماني. فاكر جون بتاع عبد الحميد، زعلت اول لما جت. ما طبعا ما طبعا اول ما الجون جه شفناهاش من قلت ساعتها. يا ابن اللعيبه. يعني شوف يعني قلبكم ما شاء الله طيب قوي، خدتوا بعدها 8 بطولات مثلا ما خدناش حاجه ولسه فاكرها. لا لحظات كانت جميله. والزمالك كمان احنا بنعتبره مش مجرد الموضوع تعدى موضوع الكوره. يعني انا لما بشوف والدي بيحكي مثلا على بطوله مش عارف 93 ولا 86، انا مش فاكر، اعتقد 93. الزمالك ضيع، كان هو واصحابه في الماتش. الزمالك ضيع ضربه الجزاء الاخيره وخلاص. اللعيب بتاع كوتوكو هيدخل، لدرجه ان لعيب كوتوكو راح تحتفل. كان زمان بتاع ده اسمه ايه، الكاس بيتسلم تحت تقريبا في الملعب وحاطينه كده خلال المباراه يعني. فلعيبه الاحتياطي خلاص راحت عندنا، خلاص كسبنا خدنا البطوله، نجيب ضربه الجزاء دي خلصنا. فهو واصحابه راحوا خارجين بره البتاع، خلاص خلصت يعني. بيقول لي مشينا في الممر مفيش دقيقتين لقينا حرفيا الملعب لا الارض فعلا بتهز تحتهم. الساعات اللي كانت 100,000 كان في اليوم ده مش عارف 120 130,000. حتى هو في سجلات الكاف الماتش ده يمكن مش عارف هو اكتر مباراه حضور الجماهير في تاريخ البطوله. ايه اللي حصل مش عارف، تقريبا نادر السيد صدها او جت في العرض حاجه كده يعني، المهم الكوره ضاعت. وحتى هذه اللحظه والدي ندمان انه ما شافش اللقطه دي لايف. طبعا. فهي دي بقى لحظه، هي مش فكره كوره دلوقتي، هي فكره ان انت لحظه معينه فوتها وانت حاضر من بعد صلاه الجمعه لغايه اخر اليوم كله انت قاعد في الكرسي. اللحظه الوحيده اللي فوتها هي اهم لحظه، السكسي بتاع البطوله كله. هي دي، هو الزمالك كان بالنسبه لنا هي الحتت دي، القصص اللي هي بتاعت الايه، الانسان. الكوره كلها بالمناسبه الناس بس مختصراها في فكره فلان جاب جون وفلان لا الكوره فيها انسانيات والله. انت حتى لو طلعت نفسك بره الموضوع، انا بالنسبه لي كاحمد انا ما شجعتش كوره من بعد بورسعيد والدفاع الجوي تمام. بنشجع بنتبسط، فلان كسب فلان خسر تمام، بس مش نفس الحماس الاول. والحماس اللي كان موجود ده اكبر دليل على ان الموضوع انسانيات. لا الموضوع مش ان فلان كسب وفلان خسر بس. للاسف الشديد دلوقتي بدا الموضوع يدخل في سكك تانية مش لطيفه يعني. بس ككوره وكزمالك نرجع لقصه البالطو. البالطو ده انا اتقدرت بسبب كتير. هو جت في دماغي كده، مش دي حاجه بيضه، ما ينفعش، لا يستقيم اي شيء ابيض بدون خط حمر في الحياه في الفتره دي. اي حاجه بيضاء لازم تحط فيها خط حمر. وما كانش بس البلطو بالمناسبه، كشكول ابيض بتاع محاضره يبقى يلا حط فيه خط حمر، مش اي حاجه الزق فيها خط حمر. فازاي بتحضر سيكشن ببلطو فيه خطين حمر؟ وكنت بحضر، يا اما بطرد من السيكشن يعني خلاص بقى امر واقع. المعيدين تقبلوه يعني، اليوم هسقط من عدم الحضور او من الغير خلاص يحضروا خلاص. فكانت فتره لذيذه، وكان الدماغ رايقه برضه شويه عن شغف الكوره. مفيش شغف بيضاهيه اعتقد. لان هو مش ملوش حسابات، وانت كجمهور انت مش طالب حاجه من حد، ملوش كبير، مش بتكسب منه.
وانت مش كسبان حاجه فعلا ومش طالب حاجه، يعني انت كل اهتمامك بالموضوع انا عايز الكره تدخل في 3. الموضوع بالمناسبه انا لما حتى والدتي تيجي لما كنت زمان اتعصب على ماتش أو حاجه، ما يدوا الكره لكل واحد يلعب بيها شويه، يعني عارف اللي هو ايه، هذه الفكره البسيطه اللي هو الناس بتجري ورا حاجه هم مدوره. اللي هياخدوا الكاس مش انت. بالظبط كده، وبالمناسبه منطقيا هم فعلا بياخدوا الكاس مش انت، هم بياخدوا يعني ربنا يزيد الجميع، هم ده المهنه بتاعتهم. هذه الفكره البسيطه احنا بناخد بس 22 بني ادم بيجروا ورا حاجه وانك تشوف ورا حاجه واحد مدوره ما فيهاش منافس حاجة. زميل منافس ليك تقابله بكره وانت مثلا بالظبط كده، فحياه كامله الموضوع مش كوره بس يعني. مين احمد ابراهيم اسماعيل؟ تقدر تقول ايه فيها؟ والله احمد بن اسماعيل راجل صيدلاني غلبان كده صغير على قده في مجال الصيدله، بيحب يكتب على قده برضه في مجال الكتابه. لا مش على قده خالص. حبيبي خلاص. ربنا يخليك ربنا يعزك. بكتب من حوالي 10 سنين بدأ الرحله بتاعه الكتابه دي. مؤخرا الحمد لله فزت بروايه عن روايه ابو جامع بجائزه ساويرس فئه الكتاب. مبروك حبيبي ربنا يخليك. وكصيدلاني يعني بقالي انا خريج 2012 بقالي 10 سنين برضه في المجال. لفيت شويتين 3 الحقيقه. فتره منهم كانت في السعوديه 5 سنين، قبلهم 3 أو 4 سنين لفيت لفه كويسه في 6 7 اماكن كده، ورجعت 2021 بقالي سنتين دلوقتي موجود في مصر. وبس ده الملخص الصغير البسيط يعني. طيب زي الفل. لو جينا نبدا بريمون على القاعي بين الباني والعالمي بين الباني احل سفك دمي في الاشهر الحرم. ايه بقى الموضوع ده؟ موضوع كبير. موضوع كبير جدا، وده اول بيت شعر انا حافظه في حياتي. وليه قصه كمان عشان ليه قصه مش طبيعيه، القصه اللي هي عملت حياتي اصلا وديته في حته الكتابه دي. الكلام ده فات عليه يمكن كام حاجه و20 سنه دلوقتي، 22 23 سنه، كان عمري يمكن 10 سنين 11 سنه. وجدي الله يرحمه زي تحدي صغير كده، قال لي انا عايزك تحفظ نهج البرده لاحمد شوقي. ايه نهج البرده دي اصلا، ومين احمد شوقي ده اصلا؟ قبلها بشويه يمكن سنتين 3 كان هو بدا معايا من سن صغير قوي، يمكن من سن 8 سنين او 7 سنين. يلا نذاكر النحو الواضح، يلا نذاكر البلاغه الواضحه. طبعا حاجات صغيره قوي، جمل اللي هو ايه المبتدا وايه الخبر، ايه الجمله الفعليه دي، يعني ايه الحاجات اللي زي دي. فجاه رحنا رايحين لخطوه بعدها قرايه مقالات لوحي القلم للرافعي والمنفلوطي. انا مش حافظ، مش عارف يعني ايه المعاني دي، يعني وايه الهدف المنفلوطي ومش فاهم حاجه، يعني ايه المنفلوطي في النظرات بيقول مش عارف كذا كالتنور المسجور. ايه التنور المسجور ده؟ معرفش، اللي هو شيء مضيء تحت الميه، مش يعني ده شرحه، بس وقتها انا مش عارف ده. بقول له مش فاهم الكلمات. قال لي مش مشكله، انت كانك جيت تحت حنفيه وحطيت حاجه بتملاها، والحنفيه دي مقفوله بتنقط نقطه نقطه. انا عايزك تحفظ حصيله لغويه او حصيله كلمات هتعرف معناها بعدين. وقد كان الله يرحمه يعني. فخلصنا انا عمال احفظ مقالات والفاظ مش عارفها. فكره بقى انت تحفظ قصيده شعر دي ليها وزن وليها قافيه وليها، ما ينفعش كلمه لو اتحطت مكان كلمه هتكسر وزن. يعني في المقال المكتوب جدا ده شوقي، يعني في المقال المكتوب كلمه مكان كلمه تمام، يعني الدنيا بتعدي، مش يعني المعنى طالما واحد خلاص. بيت شعر لو وقصيده سقطت كلمه تمام، يعني لو سقطت لم ولا لن ولا مش عارف ايه تمام الدنيا هتمشي يعني. انما القصيده دي لو حرف وقع منها، ده لو شده وقعت من التشكيل خلاص الدنيا باظت يعني. طب انا لا مش عارف يعني، هايب الموقف ومش عايز احفظ، مش شيء مش ملزم يعني، مش شيء دراسي مش شيء حاجه. قال لي طيب خلاص انا هديك على كل بيت تحفظه 5 جنيه. الكلام ده كان سنه 98 تقريبا 99 حاجه كده في الكلام يعني حاجه مبلغ يعني تساوي مثلا 200 جنيه دلوقتي، تساوي كتير دلوقتي. وطفل الفلوس بالنسبه له يعني مش معنى كبير على قد ما هي معنى مفرح. بالظبط. راحت والدتي قالت لي وانا هديك على 5 جنيه 5 جنيه كمان، فبقت ثروه بقى خلاص. رجل اعمال رجل اعمال حرفيا على قضيه شعر. بدات احفظها. الاول الموضوع كان واخد النطاق بتاع اللي هو ايه، انا مبسوط ان في حد بيشجعني وحد بيسقف لي وبرافو عليك ومش عارف ايه. لكن لقيت نفسي بحب الموضوع، يعني انا مستمتع باللي هو لما رنا حدثتني النفس قائله تانية مش عارف المزيكا حلوه تمام. فبدا الموضوع بقى بيت النهارده بيتين بكره 3 بعده. لقيت نفسي لدرجه ان انا كنت ساعات بسيب الدراسه او المذاكره ويلا نحفظ شويه.
وسرحنا بقى بعد كده في القصه بتاعت شوقي. لقيت جدي بعدها الله يرحمه جايب لي الشوقيات من اول معرض القاهره. بعدها شوقي كانت 4 اجزاء لسه فاكرهم لغايه دلوقتي. وبعدها راح والدي قال لي طب خلاص تعالى نروح بقى زياره لكرمه ابن هانئ اللي هو متحف احمد شوقي اللي على النيل. الموضوع بقى دخل في ايه، في زيارات، دخل في احمد شوقي تحديدا. يلا نعرفه بقى مين ده. وتدخل كرمة ابن هانئ، انا فاكر الله الزياره لغايه دلوقتي انه حتى على الحيطان بتاعه المتحف نفسه الحاجات اللي شوقي كان هو قاعد دلوقتي في ساعه صفا اهو، وفجاه كده راحت يعني ونونت معاه، فيروح كاتب على حاجه ليها مش عارف ورقه ليها علاقه بعلبه سجاير، مش عارف ورقه اللي هو بخطه اليدوي اللي هي السطور اللازقه في بعضها اللي هي المسودات زي ما بيقولوا. فحبيت الموضوع الرحله نفسها بعيدا عن المنتج، التفاصيل حلوه جدا. كان ايه هدفه من ده؟ هدفه ان هو شاف حاجه انا ما عرفتش غير بعدها. جه منين؟ كان يمكن من سنه 96 او 97، كنت 6 7 سنين. لقاني يعني سريع الحفظ وبدات اجود، يعني اللي هو ايه مش عارف مصر ارض الحضاره، ايه مصر ارض الطهاره، ده شبه بعض فيلا نقول ده خلاص بقى شعر. فقال لك ده ممكن يجي منه. فامن بشيء انا ما عرفتوش غير لاحقا بعدها بسنين طبعا. لدرجه انه كان عايزني في فتره من الفترات في ثانوي انه لا سيبك من بلا صيدله بلا طب بلا بتاع، انت تدخل ادبي وتدخل دار علوم وتبقى بقى تفوق فيها وتبقى دكتور في دار علوم استاذ جامعي وتدخل في سكه اللغه العربيه دي. فهو يعني الله يرحمه كان راسم خطه كده لان هو كان في شبابه هو كان ايه في شبابه اللي خلاه يتاثر انه يؤثر فيك بحاجه زي كده؟ هو كان في شبابه محب للادب بشكل مش طبيعي لدرجه ان كان كل فلوسه تقريبا رايحه على الكتب. يعني هو عمل مكتبه خزعبليه فيها كتاب مثلا من ضمن الكتب اللي هو وحي الرساله بتاع احمد حسن الزيات ده. الطبعه اللي كانت عنده كانت طبعه حاجه و50، وهو بيروح يجلده بيعمله بينزل لحد سور الازبكيه ومش عارف ايه. بيقول لي انا عملت كل حاجه في حياتي تخص الادب الا اني فاتني ان انا ابقى تلميذ الرافعي، ليس لشيء الا لان الرافعي مات قبل ما يتولد اصلا، مات سنه حاجه و30 وهو متولد 36. فكان محب للادب بشكل مش طبيعي لغايه بقى ما دخل في السكه بتاعه الدعوه وما الى ذلك. يعني هو داعيه ازهري الله يرحمه. فالموضوع كان حب للشيء، وشاف ان حد من يعني حد هو بيحبه جدا ممكن يبقى فيه بذره امل، فطب ما يلا. وقد كان يعني بشكل ما حسب ما توقع نامل ان احنا نكمل المسيره يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انت بتفكر تاثر في مين بعد كده؟ دي برضو مغالطه منطقيه الناس يعني منتهجاها او محمله الادب او الرساله الفنيه عموما اكثر مما تحتمل. انا عن نفسي مش عايز اثر في حد. انا بالنسبه لي الادب او الفنون عموما شيء استمتاعي. فكره ان انت تحمل الشيء اكثر من طاقته، الادب هيغير العالم والفنون هتغير، ما فيش يا جماعه الكلام ده. الادب بيغير على المدى البعيد في ايه؟ في ان هو بيهذب الذائقه بشكل ما، اللي هو انا بحب استمتع بالشيء، سمعت مزيكا حلوه، قريت نص حلو، قريت قصيده حلوه، قريت روايه حلوه، فتمام بحس ان نفسيتي هديت، ان ذائقتي وتذوق الاشياء او رؤيتي للعالم تغيرت. بس عشان الادب يعمل معنى التغيير الجذري الشامل ده في مجتمع معين، لا ده محتاج عقود، ومش فرد واحد اللي بيعمله. يعني مفيش كاتب بيغير في امه الا بقى حاجه طفره، حاجه مثلا زي دوستويفسكي لما عمل، حد زي نجيب محفوظ او خير الشارب لما عمل هنا في مصر، وكان برضو على مدار عقود. يعني نجيب محفوظ بدا يكتب في الاربعينات، بدا يوصل لمرحله التاثير في الاجيال ده بعد نكته حاجه و80 89، يعني بعد 50 سنه كتابه ولا 40 سنه كتابه. دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه بيكتب من التسعينات، بدا ياخد الضجه او التاثير بعدها ب 30 40 سنه، ومش لوحده. يعني فكره برضو الناس واخده فكره عن الكتاب، وده بيحمل الكتاب نفسهم او الادباء نفسهم انه ممكن يكون عايز يكتب شيء بس لازم يحشيه بقضيه معينه، لازم يحط فيه مش عارف مدلول معين عن الحياه او السياسه او الاخلاق مفيش الكلام ده. انت طالما ما حملش الشيء ما لا يحتمل هتلاقيه غصب عنه غير، لانه هيبقى فيه جزء من صدق التجربه بشكل ما. انا كاحمد عايز اثر في مين؟ عايز اثر في نفسي، ان انا اتهذب بشكل ما نفسيا وخلقيا وما الى ذلك. التاثير ده ممكن يبقى يتاثر بالظبط من نفسك، بالظبط كده، بدون انا ما اريد ده، لانه موجه للتاثير. بالظبط كده. هو انت لو وجهت الشيء لانه لازم ياثر في فلان مش هياثر في حاجه. انت موجه نفسك، واللي عايز يعجبه الاسلوب ده يبدا يتبعه او لسبب بسيط يبدا ينتهجه. وبرضه لسبب بسيط حاجتين بس ممكن يتقاسوا.
الحاجات اللي هي مثبته علميا، 1 1 يساوي 2، ما ينفعش اقول لك 1 1 يساوي 3، تمام كده، او نظريه علميه معينه كيميائيه فيزيائيه فضائيه ايا كان. والنصوص المقدسه اللي هو ربنا قال الظهر 4 ركعات، مش هقول الظهر 5 ركعات يبقى انا راجل بهزر. كل ما هو خارج النطاق ده والنطاق ده اللي هو مش مثبت بنظريه يحتمل كل وجهات النظر. انا ممكن ده اقول طعمه جميل جدا عاجبني، ممكن حاجه تشربه تقول لا مش عاجبني، ممكن ناس يعجبها فلان اكتر من نجيب محفوظ، ممكن ناس يعجبها اغنيه مهرجان اكتر من اي حد عبد الحليم حافظ، صح؟ ما اقدرش اقول له انت غلط، لان ذائقته عايزه ده. ومفيش نظريه تقول او مفيش نص بيقول انه ده لازم يبقى عليه اجماع، محدش عليه اجماع. فكل ما هو خارج نطاق القياس او كل ما هو لا يحسب يحتمل كل وجهات النظر، وطالما يحتمل كل وجهات النظر يبقى التاثير بتاعه ممكن يكون في اقصى يمين واقصى شمال، مش متقاس. فخلاص لو حبيت تاثر في حد خلي صدقك في التجربه هو اللي ياثر، لان انت مجرد تجربه، انت مش التجربه، انت مش التجربه الانسانيه، انت تجربه انسانيه. يعني حتى لما حد بيجي يسالني مثلا في الصيدله، طب نعمل ايه، نشتغل فين، نقدم يعني نخلينا في الصيدليات ولا نخلينا في الشركات ولا نخلينا مش عارف، بقول له والله انا كاحمد انا عملت 1 2 3 4 ارتحت هنا وهنا وهنا، ما ارتحتش هنا وهنا وهنا، انت شوف بقى ممكن تستفيد في ايه. 1 2 3 غيرهم. بالظبط كده. في الكتابه نكتب، ما فيش حاجه اسمها اقول لك اكتب ايه، انا كاحمد كتبت 1 2 3 4 حبيت ده ونجح وما حبيتش ده ونجح، وقدمت مع دار نشر مش عارف كذا ونجحت، انا قدمت مع دار نشر ما نجحتش، فدي تجربتي. شوف انت بقى ايه اللي ممكن يضيف لك وايه اللي ممكن ما يضيفلكش. طب ادخل صيدله ولا ادخل مش عارف، انا كاحمد دخلت صيدله فارتحت في وهكذا. انت تجربه بتحكيها. انما فكره لانه برضو موضوع التألي على الاخرين اللي منتشر حاليا، اللي هو بتلاقي حد مر بصدمه عاطفيه مثلا وليكن، فحكاها على فيسبوك ان هي دي، يلا يا جماعه كلكم اعملوا ده، يلا يا جماعه كلكم، حتى بتلاقيه بيكتبها بفعل الامر، اعمل 1 2 3 4 ولما فلان يجي لك ب 1 2 3 4 اعمل. ما فيش حاجه اسمها كده يا حبيبي. دليل التعامل مع الجنس الاخر. ما فيش مثلا مثلا ما فيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها نصايح في التعامل مع البشر. لان انت استقبالك للافعال غير استقبال الاخرين، واستقبال الاخرين لافعالك غير استقبال الاخرين نفس الاخرين لافعال حد تاني، وهكذا. بس فهي فكره تاثير في الاخر دي انا شايف ان هي لا تلقن. هو الحياه بتسير وانت بقى بتشوف التجارب الانسانيه ماشيه ازاي وتستفيد منها بس. نجوزه يمكن ربنا يهديه. اه نجوزها يمكن تعقل. بالظبط. نختار ايه فيهم؟ ولا ده ولا ده. ليه حد يحاسب على مشاريب حد؟ طيب يعني ليه حد يبقى ليه الجواز نحوله لمؤسسه اصلاحيه؟ ليه؟ تجربه لا تنجح لا تفشل. ما اختلفناش، بس يبقى فيها اي تجربه بالمناسبه بعيدا عن الجواز، حتى لو تجربه شغل، لو تجربه صداقه، لو تجربه سفر، لو تجربه زماله، اي تجربه انسانيه تحتمل النجاح والفشل، ده طبيعتها. بس بيكون في حسابات. يعني انا بقول ما مش واحد لسه ما عندوش اي مقاومات ولا نفسيه ولا ماديه ولا ذهنيه ولا اي شيء ولا نتجوز، ما هي كده كده تجربه. في مقاومات نجاح وفي مقاومات فشل، ده سنه ربنا في الكون. فعشان اخد مش تجربه في زي دي. دي، في دي بالذات، بالذات في دي لازم يبقى في حسابات يا جماعه في الجواز، لانه مش مسؤوليه فرديه. انا لو رايح اخد تجربه شغل فتمام ممكن اخاطر، لاني بخاطر بشخصي انا لا اتحمل التبعات. بالظبط، مش شخص معايا تاني واسره وحياه وموضوع كبير يعني. وللاسف الشديد بدا السنين اللي فاتت، يمكن في ال15 سنين اللي فاتوا، يتم اختصار الجاهزيه في الجاهزيه الماديه فقط. في الماديه فقط. بالظبط، فانا جاهز ماديا فخلاص يلا اتجوز. طب وباقي التجهيزات النفسيه انت قادر ما على دي اصعب قيادة حاجه الأسرة؟ دلوقتي بالظبط كده ملموسه يعني. هي الفلوس. ماشي ما اختلفناش، بس الفلوس، عارف انت المثال الكلاسيكي بتاع الفلوس ما بتشتريش كل حاجه. الفلوس ما بتشتريش كل حاجه في ده خصوصا بقى. الفلوس مش هتشتري حد سوي نفسيا، مش هتعلم حد انه يبقى مسؤول. ده بالعكس، ده هو طالما يعني الماديات يعني هاديه شويه او مرتاحه شويه، ده بيديله اريحيه اكتر لعدم الثبات. صح. فهي معادله، هي رغم انها تبان سوداويه شويه، بس التجربه اثبتت ده. فين الخبره النفسيه، فين الذهنيه، فين الحياتيه، فين الاستفاده من تجارب الاخرين. احنا كناس يعني، انا مش متزوج، لو مثلا قست دماغي دلوقتي وانا عندي 33 سنه بدماغي وانا عندي 23 سنه 10 سنين، اختلاف جذري في كل شيء. نظرتي للسياسه ونظرتي للادب ونظرتي للمجتمع ونظرتي للاخلاق ونظرتي لتناول الاشياء. قبل كده بتغلب علينا شويه في فتره العشرينات العصبيه والتنشن مش عارف ايه، دلوقتي لا، غصب عنك بقيت مسؤول في شغلك، بقيت مسؤول في مادياتك، بقيت مسؤول مش عارف في ايه. غصب عنك بتفكر انك القرار اللي هتاخده كمثلا ليدر في شغل او حاجه، قبل كده كنت لوحدك فتقدر تاخد اي قرار عن طريق، دلوقتي لا، في ناس وراك فبتفكر شويه. قيس على كده بقى كل شيء. فكره اللي يلا بينا دي لا، ما ينفعش تبقى في الجواز خالص اطلاقا. مين تقدر تيجي نقول يلا نفرح فيك؟ الايه؟ مين اللي تقدر تقول يلا نفرح فيك؟ لا مش فاهم.
يعني امتى هنفرح فيك؟ انا عملت نفسي مش فاهم. نفرح لما فيك. ابقى جاهز الجاهزيه دي. انا مش شايف ان القرار بيقول يلا نتجوز فيلا بقى ندور على حد ونتجوزه، يعني الموضوع ما بيتمش كده. لما تبقى انت جاهز. بالظبط كده، جاهز على كل المستويات اللي اهمها النفسي والذهني والكلام اللي احنا قلناه ده. يعني القرار الموضوع متوقف عليك انت، مش على الشخص اللي هيجي. بالظبط كده. والشخص الاخر ما هو لازم يبقى فيه نفس القابليه. ما انت برضه لما تختار شخص هتختار شخص عنده نفس النظره، هو برضه جاهز نفسيا وذهنيا وعنده خبره، ولو خبره مشاهده حتى، انه ملاحظ تجارب معينه واستفاد منها شيء. مش جاي الدنيا كده يلا نتجوز ونخلف ونعيش حياتنا وخلاص. خصوصا في الفتره دي من عمر الزمن. احنا زمان واحنا صغيرين 6-7 سنين كل اساليب رفاهيتنا ايه؟ يلا ننزل نلعب كوره، يلا مش عارف نلعب بلاي ستيشن شويه، بعد كده شويه قدام يلا يعني اسلوب وسائل الرفاهيه او وسائل الترفيه ما فيهاش، مش عايز اقول افساد، بس ما فيهاش مساحه قوي لان دماغك ممكن تروح في حته. مفيش اختيارات كتير زي دلوقتي. دلوقتي الطفل بقى عنده 4-5 سنين ماسك التابلت او الايباد او غيره، منفتح على ثقافات. مش بقول ان هي ثقافات خلاص هو هيؤمن بيها وهيكمل بيها حياته، بس ثقافات محتاجه تتقنن، محتاجه تفهم ان ده صح وده غلط، محتاجه يتفهم انه ده تبعاته كذا وده تبعاته كذا. فده محتاج اب وام. برضو بينظر للام على ان هي لازم خلاص كل فكرتها في الحياه او مهمتها في الحياه تطبخ وتكنس مش عارف ايه، والاب هو اللي بيشتغل عشان يجيب فلوس ويلا بقى. وده خلط ما بين مفهوم الرعايه ومفهوم التربيه. الرعايه توفير اكل وشرب ومسكن وملبس، وده الحيوانات بتعمله عادي جدا. القطط بيجيب اكل لولادها عادي، وبتشوف لهم حته امان يناموا فيها، وفي البرد مش عارف بتنقلهم في مكان وهكذا. تمام. التربيه شيء تاني، والتربيه مسؤوليه مشتركه على الرجل وعلى الست. طبعا بتتقسم بقى نسب، لان ده بيبقى مسؤوليه بره البيت مش عارف في ايه، ده تمام، دي تفاصيل نتكلم فيها. بس الاطار العام انه لا، مفهوم التربيه ومفهوم الاسره بعد كده هو الاهم. امتى ابقى جاهز ان انا اربي اولادي؟ وامتى اتعلم ان ابقى جاهز ان اربي؟ لا تقاس. ده برضه هتمنع عن الحاجات اللي لانه اكتساب المعرفه ملهوش حد. انا مش بوصل مش كوقت، كمتطلبات. كمتطلبات ان انا على الاقل ابقى مدرك البديهيات بتاعه المجتمع، اللي هو عارف الصح ايه والغلط ايه، وانه يا ابني انت ما ينفعش تبقى عارف البديهيات الكلاسيكيه اللي هو حريتك تقف عند حدود الاخرين، وان انت ما تاذيش حد، وان انت ما تكذبش، مش عارف ما تعملش ايه. الحاجات الاساسيه اللي انا اقدر مش بس القنها، اللي انا اقدر امارسها في حياتي، فالطفل يكتسبها بالمشاهده وبالرؤيه، مش بس بالايه، بالتلقين او بالتسميع يعني. لما انا بقى انسان سوي وعارف ان انا بتعامل مع مجال شغلي ومجال مجتمعي ومجال جيرتي ومجال اسرتي ومجال عيلتي الاكبر ومجال ومجال ومجال، وشايف ان انا هبقى انسان سوي، انه في طفل ممكن يكتسب مني الاشياء دي بشكل يعني على الاقل مثلا محقق 70-80% من المتطلبات دي، يبقى تمام يعني خد الخطوه مفيش مشكله. ايه اهم ودي برضه نصيحه لا ممكن تقاس. تقولها لابنك يمشي عليها؟ عيش تجربتك كامله وما تاذيش حد. الاذيه دي بقى تشمل كل شيء. ما تكذبش على حد، ما تاذيش حد بالكلمه، ما تستغلش حد، ما تضرش حد اي ضرر. اديني المعامله. ده بالمناسبه دي نصيحه دينيه كمان، لان الصلاه والصوم وغيره طبعا دي اعمده الحياه، ولكن ده برضو اسلوب فردي او افعال فرديه تقدر تعملها، تقدر تتعود عليها. غير كده لا، الموضوع هيبقى صعب جدا يعني. بس ففكره ان انت لو قدرت تعمل ده، ان انت تلقن او مش تلقن، تخلي ابنك ما يأذيش اي بني ادم ويعيش حياته ان هو يبقى انسان منتج، يعمل الاساسي. ما يحمل بالظبط، عيش تجربتك كامله، ما يحملش نفسه فوق طاقته. مش لازم يبقى السوبر هيرو، مش لازم يحقق كل حاجه، مش لازم يبقى هو مخترع شيء، مش لازم يبقى صاحب مؤلف شيء، مش لازم لو عمل ده يبقى تمام جميل يا ريت، بس لو ما عملوش يبقى ما فشلش. بس سفرك للسعوديه 2016 ل 2021 مظبوط 5 سنين اثرت فيك كتير طبعا. طبعا تقدر تقول لنا تجربتك دي كانت بدات ازاي، وايه السبب اللي خلاك تسافر؟ تمام. وليه رجعت؟ ماشي. وليه لقيته هنا ما لقيتوش هناك؟ لان انا عارف ان القاهره لا شيء يضاهيها. ده حقيقي. بمواقف، بحياه، ده حقيقي. بصخب. ده حقيقي. وبالنسبه لي كمان، لان انا عشت تجربه القاهره كشوارع في كل يعني في كل التجارب المختلفه اللي او خدمه عملاء مثلا بالظبط كده طبيه. بالظبط. لا، وفكره الالتراس وفكره الندوات وفكره مش عارف ايه. فانت خدت برضو من كذا مجال في القاهره. طيب فكره السفر كل حاجه. فكره السفر فرقت معايا في ان انا بقيت انسان معتمد على نفسه اكتر شويه. انا كان قدرا يعني كنت شغال في صيدليه فرديه والسكن فردي. في اول سنتين كنت طبعا مع اصحاب عمر طبعا ما زالوا يعني، بس في 3 أو 4 سنين قعدتهم لوحدي تماما.
فده فرض عليك فكره الوحده او الانعزال دي، نمت فيه حاجه بقى، يعني فكره العيشه الفرديه بتعلم يعني غصب عنك، خاصه كمان انه بتعلم كل حاجه. يعني اقول لك على حاجه صغيره، في الكورونا 2020 كل حاجه قفلت طبعا في العالم كله، من ضمنها في السعوديه كان المطاعم. تمام، انا انسان حرفيا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي، يعني الشاي اللي هو حبه شاي في شويه ميه سخنين، ما فيهوش اي فن. كان شغاله هي المطاعم. تمام بالظبط. لا في فتره هناك، وبعدين قفلت فين بقى؟ في رمضان. يا فكان الموضوع بائس. يعني عارف انسان ما بيعرفش يعمل اي حاجه، لدرجه انه جربت اعمل حاجات اللي هي بتتقلي بسرعه بقى، البرجر مش عارف ايه، كان بيطلع شيء كوميدي جدا، اللي هو الطرف لسه عليه التلج بتاع التلاجة وجوه محروق، حاجات بشعه يعني. فعشت تجربه على بساطتها، بس انا مش متعود على ده، يعني مش متعود على اسلوب الحياه اللي هو يلا جرب واحرق واعمل حاجات تبان كوميديه، بس وقتها لا، يعني الراجل شغال 13 ساعه عايز اكل عايز افطر في رمضان بالظبط كده. فكنت بتفطر بايه بقى؟ يبقى سوبر ماركت، حته جبنه ومش عارف وعيش وخلاص، والدنيا مشيت. فكره ان انت مش عارف تنزل اجازه. يعني انا كنت نازل اجازتي في شهر 4، في شهر 4 اول 4 الطيران قفل اخر 3 قبل ما انزل ب7 8 ايام، فيلا رحت مكمل سنتين على بعض. الحاجات الصغيره بقى اللي يعني اللي في النص دي، ده خلى ان انت يعني مش بتتغاضى بس بتتاقلم بشكل ما. ودي كانت عكس طبيعتي، انا ما كنتش بعرف اتاقلم، وعشان كده انا قبل ما اسافر اشتغلت يمكن في 7 8 اماكن. في اماكن اشتغلت فيها حرفيا شهر ومشيت، ما عرفتش اتاقلم، فيلا السلام عليكم انتوا هتزهقوني ليه؟ بعد ما رجعت لا، ده اتغير بقى، لازم تتاقلم، مش لازم تتاقلم عشان غصب عنك، بقيت بتتناول الحياه باسلوب اهدى شويه، ان الدنيا ما ينفعش تاخد كده بالدراع، مش هينفع ولا هتستفيد. ومفيش عنتريه، فكره الحنجوريه والعنتريه اللي احنا اكتسبناها دي برضو خدت نطاق اوسع كتير من نطاقها المفترض ان هي تاخده. لازم ما ترضاش بان حد يجي على حقك ومش عارف، كل الكلام ده جميل جدا، بس تيجي عند فتره معينه انت اصلا بتكون فاهم الموضوع غلط. في كل الحاجات بقى، كشغل كحياه كغيره، افهم الموضوع، يعني خد الدنيا بهدوء. فكره الهدوء او دي، عارف انت بتاخد نفسك بعد جري طويل دي، ارجع خطوه لورا وبص على الموقف من عين. ده حقيقي، دي اهم حاجه اكتسبتها من السفر. وبالمناسبه في الشغل كمان كخبره شغل. انما فكره بقى الحمد لله طبعا كانت تجربه ناجحه جدا على كل المستويات، من المستوى المادي والمستوى خبره الشغل وكل حاجه، بس الناحيه الحياتيه دي هي اكتر حاجه فرقت معايا بصراحه. ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه اللي انا مخططها ولا هتحصل؟ اللي انا مخططها ان انا اروح للكتابه فقط، وده مش هيحصل على الاقل دلوقتي. ان شاء الله، ان شاء الله قريب. اتمنى يحصل قريب باسرع ما بس انا انت قلت يعني ان حياتك هي اللي خلتك تكتب. بالظبط، برافو عليك. فانت انك تسيب خلينا حياتك شويه، هنخلينا في الصيدله فتره اطول بس. بالظبط. فالخطط حاجه والاحلام حاجه والواقع حاجه تانية. طيب انت قلت اللي هيحصل واللي تتطلع اليه. اللي طلع اليه ان انا اكتفي بالكتابه. اللي هيحصل ان انا مش هينفع اكتفي بالكتابه، يكون كتابه وصيدله. ده ببساطه. اتمنى يحصل اللي انا بحلم بيه يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب. بسطنا والله. انا انبسطت جدا. ودي بدايه لينا احنا. ده على راسي والله، ده بدايه ليا، مبسوط جدا 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 بالحديث المثمر. وان شاء الله تتكرر بقى في نجاحات تاني يا رب يا رب قريبا ان شاء الله. يا رب قريبا يا رب. التوفيق. شرفت بيك حبيبي، ربنا يعزك، ربنا يخليك، تسلم. شكرا جدا.